احنا اقطع في المونتاج الحاجات اللي احنا عايزين نقطع. لا مش هنقطع حاجه، بس مباشر. امام عاشور. انت بتقولي لا مش امام عاشور. مش امام عاشور، لا ما تقولش ان انا قاعده راميه امل عليك. اهلا بيكم في اول حلقات برنامج تحدي 2 في 1. ان شاء الله الحلقه النهارده مميزه جدا جدا عشان معانا ضيفه مميزه جدا. معانا ايمي، ازيك عامله ايه؟ بخير الحمد لله. ايه الاخبار؟ والله بخير الحمد لله. انت ازيك؟ بتحب الكوره؟ يعني جدا جدا جدا. يعني هتأدي في الفقرات بتاعتنا. المفروض احنا عندنا كذا فقره في البرنامج ان شاء الله. مسابقات خفيفه لذيذه. لا ده مفيش تقييم، يعني مش هنقيمك كرويه ولا مش كرويه، عادي. لا بنمشي ده الدنيا. ان شاء الله، يعني دي الفكره المتاخده عني ان انا كرويه. طب حلو. هنكتشف في الحلقه دي ما عشان كده جايبينك ان شاء الله، وان شاء الله تبقي نكتشف قد الفكره قد المسؤوليه ان شاء الله. تمام. قبل بس نخش في الفقرات عايز اسالك كده كام سؤال بسيط. تمام. اول حاجه، هو سؤال ما اعرفش ليه ساعات بيوتر الناس، مع انه سؤال بسيط جدا. تعرفي نفسك في جملتين. اعرف نفسي عموما بعيدا عن الكوره. اسمي ايمي، ممثله خريجه مسرح، عندي 27 سنه. ممثله شاطره جدا. قولي بس كمليها يعني. عندي 27 سنه، اهلاويه متعصبه، بس مؤخرا بطلت تشجيع عشان صحتي النفسيه. طب حلو، ده هيخلينا نخش للسؤال اللي بعد كده. يعني احكي لنا موقف كروي مثلا اثر فيك، او موقف كوميدي او وات ايفر، يعني اي موقف. في مواقف كتير عدت عليا كانت خسرنا فيها. كنت باخد الموضوع على اعصابي قوي وكنت بتعب. يعني انت عشان بتشجعي الاهلي في الدوري المصري عموما. تمام. يعني افتكر مثلا تقريبا كانت 2015 2016 السنتين دول تقريبا ورا بعض خسرنا فيهم الكاس. تمام. يعني كانت نفسيتي ما كانتش احسن حاجه بقى، كنت واخده الموضوع على اعصابي وبتضايق وافضل اعيط. سبحان الله، مع البنت يعني المفروض بتبقى واحده مننا في الحته دي. لا خالص، وافضل اعيط وبقى ضغطي بقى يبوظ يعني الموضوع ابتدى بقى يتفاقم معايا لدرجه مش حلوه، لحد ما وصلت بقى لليفل اللي هو لا لازم اهدي الوضع، ابعد شويه. طب في الكره العالميه بتشجعي مين؟ ريال مدريد. حلو، يعني اهلاويه وريال مدريد. بتشجعيها عشان ريال مدريد ولا لما كان فيها كريستيانو؟ لا كنت بشجعها عشان كريستيانو. ما انا زي الصراحه يعني. حلوه. انا كنت بشجعها عشان كريستيانو ماشي خلاص بقيت فرقه محايده. ماليش دعوه بيها. تمام. بتتفرج على منتخب مصر ولا؟ يعني تشجعي كده مصر وبتاع؟ لا بتفرج. لازم الحاجات يعني الحاجات المهمه بقيت بتفرج عليها، يعني ما بقيتش بتابع زي الاول ماتشات باستمرار. الحاجات المهمه مثلا ماتش هنا كاس العالم كده، بطولات بقيت بتابع بطولات بس. تمام ان شاء الله ربنا يوفق منتخب مصر في بطوله افريقيا اللي جايه. خش اول فقره معانا، مين الافضل؟ هقول لك شويه لعيبه وانت تقولي لي مين افضل لاعب في التاريخ بالنسبه للمنتخب اللي هقوله لك. تمام. فبراحتك بقى، دي وجهه نظرك وانت حره فيها، الجمهور اللي يحكم. اول منتخب الارجنتين. احنا نقطع في المونتاج الحاجات اللي احنا عايزين نقطع. لا مش هنقطع حاجه، بس مباشر. سهله دي، المفروض سهله. ميسي مع يعني اكيد يعني الحاجات لا ماشي. هجيب لك منتخبات سهله. تمام. فرنسا منتخبات سهله جدا، مش قادره اقول لك السهوله اللي انت ايه الاسئله السهله دي. زيدان. تمام، قديم ده. طب مصر، منتخب مصر، اي حاجه سهله. افضل لاعب في منتخب مصر بالنسبه لك شايفاها تاريخي اسطوري؟ لا ده هتعمل مشاكل دي، في كتير اصلا. لا عادي، وجهه نظر يعني. في كتير. يعني خلينا نقول يعني حاليا محمد صلاح. انا بالنسبه لي محمد صلاح مش يعني محمد صلاح بحب ابو تريكه، بس محمد صلاح انجازاته اعلى. طب نقول لك منتخب البرتغال. كريستيانو. منتخب كريستيانو مثلا. كريستيانو. طب البرازيل في لعبه كتير يعني. نيمار. كل البنات بتحب نيمار عشان شكله ولا عشان لعبه؟ عشان شكله. صريحة. انا سطحيه قوي في الفيديو ده. صريحه. الصراحه مش كده. طب هقول لك منتخب انجلترا، تعرفي في حد؟ روني. انا بحبه عشان كان بيلعب في مانشستر. تمام. شفت اسئله سهله ولا صعبه؟ لا سهل. انا لحد دلوقتي ليفل الحمد لله. طيب تمام قوي. انا كرويه محدش يشكك في كرويتي. بصي، فقره انت مين، انت تختاري لاعب وانا اختار لاعب. تمام. وتحاولي تساليني اسئله لغايه ما توصلي للاعب دوت، والعكس. تمام. فكري كده في لاعب وانا هفكر في لاعب، هجيب لك لاعب سهل، ما تخافيش، مش في دوري صعب. لا عيب عليك. ماشي اسال. خلاص مش كده. انا اخترت خلاص. تمام. مصري. مصري. ايه ده؟ ماشي. بيلعب في الدوري المصري. تمام. سألت السؤال. لعب في كاس مصر اللي فات. تمام. لعب في كاس مصر. تمام. انت اللاعب دوت بيلعب في الاهلي.
حاليا في الاهلي يعني؟ لا انت صعبتيها عليا قوي. تمام اسالي. اللاعب ده لعب في الزمالك؟ لعب في الزمالك. لعب في الزمالك. تمام. طيب اللاعب ده لعب مع مانويل جوزيه؟ لا. تمام. اللاعب ده حاليا في الزمالك؟ لا. تمام. طب ما انا كده لازم عرفت. انت كده عرفتي. عرفت انا خلاص. كده لازم اجس اي حد ويطلع صح او غلط. تمام. لا خلاص انت يعني لازم اقول. اجتهد. لازم اقول حد. اللاعب ده وليد سليمان؟ لا. طب جس انت. امام عاشور. انت بتقولي لا مش امام عاشور. مش امام عاشور. لا ما تقولش ان انا قاعده رامي امل عليك. طب الحمد لله يعني هو هسهلها لك، هو قريب يعني من امام عاشور. اللاعب دوت مهاجم؟ طب انا دماغي سرحت في القريب من امام عاشور. اللاعب مهاجم. انت مهاجم؟ مهاجم. طب جس المفروض كده عرفتيه خلاص. ايوه. الذاكره السمكيه هتبدا تشتغل بقى. الذاكره السمكيه هتبدا تشتغل. اشرف بن شرقي. برضه مش هو. ايه ازاي؟ برضه مش هو يعني. خلاص انت المفروض المره الجايه هتجيبيه. انا هسال. تمام. طب اللاعب ده وسام ابو علي؟ لا. كده المفروض عرفتيه خلاص. هو مدافع؟ لا انت بعدتي، انت كنت قريبه خالص. كنت قريبه. بعدتي. طب اللاعب دوت مين اللاعب اللي انت اخترتيه ده؟ لا ما ثواني. انا لازم اجيبه قبل ما انت تجيبه. السؤال سهل قوي. امام عاشور. احنا قلنا امام عاشور. لا. وبن شرقي. وبن شرقي لا. ايوه اللي جه بقى عرفته. زيزو. انت المفروض تجيبها من اول مره. ما انا معلش انا قلت هتجيبها من اول مره. الذاكره السمكيه بتشتغل. جبت امام عاشور وبن شرقي بعد كده زيزو. قلت لك انا موقفه كرويه لحد 2020. ماشي. فيما بعد 2020 تحس انا مكسوف احنا غلطت منك بس مش مشكله. ذاكرتي لا مش مشكله. انت اللاعب مين بقى؟ اللاعب مين؟ ما ينفعش اقول. ليه؟ عشان ضحكت عليا شكلك. سوحتك. سوحتيني. مين طب؟ علي معلول. ده مهاجم. ما انا ما رضيتش اقول لك ان هو باك شمال. الله. يا جماعه اللاعب ده ما تحسبش. طب بصي اللعبه اللي بعد كده سهله جدا. هقول لك اسماء لعيبه. تمام. هتصنفيهم اسطوري، لاعب جامد، لاعب عادي، اقل من العادي. اول واحد نيمار. هو ما بين العادي وما بين الجامد. ما نخليه جامد. هو في النص يعني جامد. زيزو. ما انا لو قلت عادي حد يزعل مني. لعيب عادي. عادي. وجهة نظرك. محمد صلاح. يعني اسطوري. اسطوري بصراحه. ميسي. طب ده يتحط فين طيب؟ يتحط لعيب اسطوري تحت محمد صلاح. تمام. تحت محمد صلاح. ايوه. الله على الانتماء. ما اقدرش اقول حاجه كده. طب كريستيانو رونالدو. جيت بقى عند نقطه ضعفي. نقطه ضعف انا كمان بصراحه. هو المفروض ان انا احطه لعيب اسطوري بس هحطه لعيب اسطوري ينفع مرتبه ثانيه. خلاص حط مرتبه يعني ثانيه من عندي. تم اضافه مرتبه جديده من ضيفه الحلقه. يعني هنقول مرتبه اولى كريستيانو. ماشي. محمد صلاح ميسي. تمام. بس عندك مرموش. عادي. شيكابالا. مش عايزين نزعل حد مننا. لعيب جامد. محدش يقدر يختلف على موهبه شيكابالا ويقول ان هو عادي او تحت العادي او لا. هو لعيب جامد بصراحه. دي يقول اللي ليه واللي عليه. امام عاشور. تمام. امام عاشور عادي. هيختلفوا معاكي جدا بس ماليش دعوه. طب الشناوي. كان اسطوري. حاليا كان اسطوري جدا جدا. حاليا للاسف اقل من العادي. يعني هتخليه عادي بقى، نحطه في النص من دي ودي تبقى عادي. مثلا لعيب زي قديم بقى شويه، اخر واحد معانا بيليه. اعلى مثلا من كريستيانو وميسي ولا لا؟ الاثنين دول في حته ثانيه. لا الاثنين دول في حته ثانيه. صح كده. تمام. حتى برضو مارادونا الاثنين دول في حته ثانيه. لا مارادونا برضو لا. يعني لو هنتكلم على مارادونا وكريستيانو وميسي لا مارادونا هو اللي في حته ثانيه. ماشي. انت بتحب مارادونا اكتر واحد يعني فيه. يعني مارادونا في حته ثانيه وكان كريستيانو وميسي بعد كده وميسي. تمام قوي. اكتبوا لنا في الكومنتات بتوافقوها في الترتيب ولا لا. ما دام وصلتوا لهنا لو عجبتكم الحلقه يبقى لازم تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الاشعارات. صح ولا غلط؟ صح. اكيد. اهم حاجه زر الاشعارات. ده اهم حاجه عشان لما ينزل فيديو يوصل لكم بس ده اهم حاجه. بس كده واسطه اهي. ندخل على الفقره اللي بعد كده. خمن صح. هسالك سؤال ليه اجابات محدده وانت تخمني الاجابات وانا اساعدك يعني. هو سؤال سهل يعني. ايه اكتر 5 دول فوزا بكاس العالم؟ بكاس العالم. فازوا بكاس العالم. كسبوه كاس العالم. اكتر 5 دول. ده احنا بقى وصلنا ايه الليفل اللي هبدا دلوقتي. لا سهله. صدقني هتعرفي تجيبيها. انجلترا.
فازت مره بس مش في الخمسه الاوائل. تمام. فرنسا صح، في المركز الخامس، كسبت مرتين. المانيا في المركز الثاني، كسبت 4 مرات. ايطاليا. ما شاء الله، انت شاطره. ايطاليا في المركز الثالث، كسبت 4 مرات. انت لغايه دلوقتي ما جبتش المركز الاول، المفروض اللي هو كان اسهل حاجه. ده المفروض انه اسهل. انت كده هتعرفي تجيبيهم ان شاء الله يعني. هساعدك. مين اخر منتخب كسب كاس العالم؟ ذاكره السمكه اشتغلت. الارجنتين. تمام، دول صح، في المركز الرابع، معاهم 3 كاس عالم. فاضل واحد، المركز الاول. اكتر فريق اتاهل لكاس العالم عموما. احنا اتفقنا بدايه الحلقه هنشتغل محلي، طلع لي ما اعرفش ليه. جربي. لا سهله. فكري اقوى فريق الصحراء بتاعت الكوره اللي عندهم لعيبه. البرازيل. مظبوط، في المركز الاول البرازيل، كسبت 5 مرات. ايوه كده معانا البرازيل. ايه ده؟ ما دي اسهل واحده، انت جبت كله ما عدا اسهل واحده. ايوه البرازيل. جبت الصعب ما عدا اسهل واحده. لا معلش يعني التقييمات يا جماعه في الكومنتات يا جماعه. لا ما تقيمونيش ارجوكم. تقييمات حلوه. تقيمونيش على الذاكره. ندخل على سؤال الجمهور. لو هتعملي فريق خماسي هيلعب ماتشات خماسيه في مصر محلي، هتختاري مين في الفرقه دي؟ ممكن اختار حارس مرمى. الناس استغربوا جدا والله. احمد عادل عبد المنعم. ماشي. انا اقول لك يعني ممكن الناس استغربوا قوي. تمام. بس يعني والله هو اتظلم. هو حد ماشي جدا بس اتظلم. مش باينش على ما يبانش على وشك. حد كويس. ما يبانش على... بس انا كنت بحبه جدا. والاربعه التانيين اللي هيلعبوا؟ علي معلول ما شاء الله عليه. وليد سليمان. تمام. سعد سمير. تمام. يعني في لعيبه افضل بس ماشي. بس في يعني بختار لعيبه بحس ان هي كانت لعيبه مهاريه قوي بس اتظلمت او ظلمت نفسها. طب ما ما اخدتش حقها. طب كده فاضل لك لاعب. عايزين بقى حد يعمل نوش. يا كهربا يا امام عاشور. تمام، حلو ده، حلو. حد يعمل مزاوله في التشكيله غريبه بس ماشي. حد يعمل مزاوله في الملعب بس كده. ماشي، مقبوله قوي. طيب ندخل اخر سؤال كده ليكي برضو. انت بقى كايمي مثلا اختاري مثلا 3 لعيبه او لاعبين مثلا انت شايفاهم ده الطيب بتاعي، ده اللي انا عايزاه مثلا كشكل مثلا كشخصيه. الطيب بتاعي سولية. اختياراتك ساعات. هو سولية طبعا محدش يختلف عليه كشخصيه. انت قلت الطيب بتاعي. ما قلتش كرويا، انت قلت الطيب بتاعي. عمرو السولية صح، ما شاء الله عليه. هو اصلا كان من نجوم الاهلي. طب في حد تاني لو في الكره العالميه؟ في الكره العالميه نيمار. يمكن اول حلقه كنت بالك نيمار. حابه ترجعي بقى تتفرجي على الكوره ولا خلاص اكتفيتي كده بالفتره اللي فاتت؟ لا اكتفيت قوي يعني. كفايه بقيت بتابع كده حتى لو حاجات بسيطه. بوصل لمرحله حتى انا ممكن ما اتفرجش على ماتش بس اتابع النتيجه. طب هتتفرجي على منتخب مصر؟ يعني اكيد. لا في حاجات بتبقى انت مضطر ان انت تتفرج عليها. طب هتتفرج على الحلقه دي اكيد. ده المفروض. ده اكيد يعني. ده المفروض. طب هتقولي للناس تعمل ايه؟ اللايك وسبسكرايب، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي هو بينزلها. عشان الفيديو ده لما ينزل تتفرجوا عليه. والانستجرام والتيك توك يا جماعه عايزكم ايه تروحوا عندها. مش عايزه اقول لكم بقى، مش عايزه اوصيكم. واستنونا في الحلقه الجايه وبس كده.